بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور عياد عبد الحفيظ من مدينة عنابة من الجزائر. اليوم 12 أكتوبر من 2020. كما وعدتكم من قبل أنه راح ننزل فيديو نحكي فيه على دواء الليريكا اللي دار كارثة كبرى في المجتمعات، في مجتمعنا هنا في الجزائر وفي جميع البلدان العربية. يعني حبيت نمد فكرة وهك نبدأ على الليريكا، نوضح وش تأثيرها، ماذا تفعل، خطورتها، به إن شاء الله هذا الفيديو يوصل إلى أعلى المستويات، بياخذوا إجراءات صارمة وجد صارمة. لأن خلال الفحوصات الطبية اللي قاعد نعمل فيها يجوني يعني شباب صغار، شباب يعني 18 سنة و15 سنة، وهم مدمنين على دواء الليريكا، يعني كارثة عظمى. شوفوا اللي ما يعرفش دواء الليريكا، هاي الليريكا، هذه العلبة، وهذا نوع آخر هي ليريكا ولكن يعني جينيريك، يعني دواء جنيس، يعني نوريكا، وعندها اسامي كثير يعني في السوق. المهم، ليريكا، ما هي هذه الليريكا؟ ليريكا هو دواء مشتق، هو دواء يسمى بالنوع، التسميه الكيميائيه هي البريغابالين، اما التسميه التجاريه هي ليريكا. البريغابالين هذا هو عباره عن مركب مستخلص من اسيد امينو بيتيريك، يعني هذه الصيغه الكيميائيه المشتق منها، او الجابا، مجموعه الجابا. اذا هو مشتق البريغابالين من ويؤثر على الاعصاب او ريسبتور جابا. اذا احنا عندنا نوعين، عندنا البريغابالين وعندنا الجابا بنتين، هذوما مشتقين. هذوما الادويه يستعملوا في ماذا يستعملون في يعالجوا بهم دواء الصرع، دواء الام الالياف العضليه، وحالات القلق العام، يعالجوا به الاطباء، حالات القلق العام الاطباء نقولها، والام الاعصاب عند الامراض السكري. كاين ناس مرضى بالسكري يشوفوا باللي كان هذه معلومه يعلموها مرضى السكري، انهم عندهم الاطراف تاعهم، عند الاصابع، الرجلين او اليدين، تكون يا اما فيها الم يا اما تفقد فيها الاحساس. هنا نمدوا دواء الليريكا باه نحسنوا اداء هذه الاعصاب. كذلك تستعمل في الحزام الناري او الزونا بالفرنسيه. الحزام الناري هي عباره عن حبوب تكون هناك في الجسد، في اي منطقه في الجسد، تعمل التهاب كبير، تعمل يعني الم كبير، تعالج بحبوب الليريكا. يعني هذا الاستعمال تاع دواء الليريكا. اما كيف يستعمل، كيف يؤثر، هو يجي على مستوى الاعصاب ويعمل على كاين واحد في الناس اللي تدرس العلم او الطب او البيولوجيا او الى غير ذلك، عندنا المشبك هذا هو يربط عصب بعصب. المشبك هذا هو يجي المشبك ما قبل المشبكي، ويعمل على اقفال او تثبيط قنوات الصوديوم. عندما تثبت او تقفل قنوات الصوديوم، السيالة العصبية ما تمرش. إذا هنا يعمل على توقيف عمل السيستم جابا. ولهذا احنا نستعملوه في الصرع، لان نوبات الصرع هي زياده في الكهرباء على مستوى الاعصاب. اذا هو يعمل على منع هذه الكهرباء والى غير ذلك. هذه امور فيزيولوجيه وفيزيوباثولوجيه يفهمها الى الاطباء. المهم، ليس هذا موضوعنا. الموضوع انه هذا الدواء المشكله اللي كان قبل ذلك لا يلاحظه احد ولا يعتبره احد. الان اكتشفوا هذا من المدمنين والى غير ذلك بانه الليريكا عند شربه يعمل النشوه،
يعمل النشوة، يجعل الإنسان عنده نوع من الفرح، يتخلص من العقد تاعو، كاين أمور ياسر تخلص من القلق إلى غير ذلك. إذن اتجهوا الشباب إلى شرب الليريكا باه يهرب من مشاكله، يهرب من القلق، يهرب من التوتر، يحب يحس بالنشوة إلى غير ذلك. إذن المشكلة أنه هنا كاينه نقطة، أنا نحكي لكم، نعطيكم قصة، يعني قصة من قصتين، يعني باش تشوفوا كيفاه حبوب الليريكا كيفاه يتناولوها الشباب. الأول عبارة عن عامل بسيط في ورشة، كيفاه تعلم الليريكا. جاوها أصدقائه أعطوها الليريكا ببلاش بدون نقود. شوف يستدرجوا، هذا يسموه استدراج. أعطوها الليريكا بدون نقود المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة. عندما تأكدوا أنه خلاص اعتاد على الليريكا، الآن أصبحوا يبيعونها له. هم متاجرين يعني بالليريكا، أصبحوا يبيعوها له يعني. ولهذا يتحصل، شوف هم يكتسبوا الأسواق الجديدة. هذه الأسواق الجديدة يستدرجوا الإنسان، يذوقوه الليريكا. عندما يذوق الليريكا مرة اثنين ثلاثة يعتاد عليها، خلاص يولي الإنسان هذا عاد يخدم، يعني الشيء اللي يخدم فيه في النهار يحصلوا عن فلوس، يروح يشري به ليريكا. ضاع في صحته وضاع في ماله. هذا اسلوب الاول استدراج. اسلوب ثاني كذلك، طفل، يعني كان طفل عمره 12 سنه، استغل من انسان كبير في السن، اعطاه ماده الكيف، يعني البانجو او الكيف، واعتاد عليها، ثم اعطاه الليريكا ولف على الليريكا. ولكن للاسف الشديد الان اصبح في ادمان. المشكله انه مش اصبح في ادمان، اصبح انه عنده مرض البسيكوز، بمعنى هذا الانسان يمشي في الطريق ويتخيل ويشوف ناس وهو ما كانش في الواقع، يجي يسمع اصوات وهو ما كانش في الواقع. يعني هذه حاله متقدمه جدا من استعمال حبوب الليريكا. حاب ناكدوا سيا باللي الليريكا تعمل الادمان، وتؤدي في حالة تنقص من الإنسان تؤدي إلى مضاعفات، تخلي الإنسان هذاك يولي يسرق باه يتحصل على حبوب الليريكا. والآن لكن تلاحظوا بأنه الدولة خرجت قانون ضد العصابات اللي موجودة في الأحياء ولا غير ذلك. هنا سؤال فقط، علاه ما تطرحش السؤال لماذا وجود هذه العصابات الآن؟ لأن هذه العصابات تستعمل في السطو، عند استعمالها إلى السطو تشرب في حبوب الليريكا، وعندما تشرب حبوب الليريكا تصبح عندها الشجاعة والقوة والقدرة على أنه يسطو بدون خوف وإلى غير ذلك، ويعتدي على الناس بدون خوف. ولهذا من بين أهم الأسباب اللي تخلي الإنسان يعمل السطو والسرقة وإلى غير ذلك هي تناول هذه الحبوب تاع الليريكا. ولهذا نحذروا قبل من نديروا قوانين تردع العصابات اللي موجوده في الاحياء، لازمنا نردعوا المصادر الحبوب اللي تساعدهم على ذلك السطو. هنا اخطر حاجه اللي هي قلتها هي انه في مع مرور الوقت يولي عندك ادمان، والادمان هذاك يؤدي الى ظهور مرض عقلي، معناتها الانسان يولي في واقع غير الواقع الان. يولي الانسان يصبح الانسان يتكلم وحده، يصبح الانسان يتخيل امور غير محبذه. ولهذا النداء العاجل هو الضرب بيد من حديد على كل من يتاجر بها ومصادرها حسب الاستقراءات، يعني حسب الاسئله اللي نطرحها على المدمنين. المصادر تاعها اثنين، اما الصيدليات، بعض الصيدليات، مش كل الصيدليات، بعض الصيدليات اللي يخافوش ربي، واثنين هي عبر الحدود، بالتهريب عبر الحدود. ولهذا اوجه ندائي الى السلطات انهم يضربوا بيد من حديد على كل من يجيب حبوب الليريكا ويستعملها استعمال في غير محله، سواء من الحدود او نقول هنا بعض الصيدليات اللي يتاجروا بها بدون وجه حق. هذه رساله. علاه؟ لانه شبابنا، نلاحظوا باللي شبابنا رايحين يضيعوا، خاصه في الوقت الحالي، وقت الفراغ، ما كانش تعليم، ما كانش رياضه، ما كانش عمل، ما كانش الى غير ذلك. اين يتجه الى الانحراف وتناول هذه الحبوب. ان شاء الله تكون هذه المعلومه افادتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.